بسم الله والصلاة على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. السلام عليكم خاوتي الزول في اللون، أهلا بكم جميعا في لايف جديد مع أخوكم مراد. أتمنى أن أجدكم كلكم بخير إن شاء الله، وأن الله أن يكون معنا في هذه المعركة مع الجنرالات هذو الخونة اللي ما مش حابين يحشموا على رواحهم لمدة 58 سنة من الاغتصاب للجزائر الحبيبة. السلام عليكم خاوتي، أهلا بكم جميعا، أتمنى أنكم تكونوا بخير. حبيت ندير اللايف هذا لخاوتنا لأربع نقاط وهي كاملة الدور على حول المشاكل اللي راهم عايشين فيهم الجزائريين، خاوتنا مساكن الجزائريين، والضغوطات في الداخل. حتى الناس اللي عايشين في الخارج راهم في الضغوطات، يعني ما مش غير اللي في الداخل. خاوتنا في الداخل راهم يعانيوا معاناة والله. يا فرنسا ما عانتش مع الشعب الجزائري مسكين، ما عاناش مع الجنرالات هذو كما الرحمه في فرنسا. والناس بزاف يهضرها لي بابا، هضرها لي جدي، هضر لي وقت الاستعمار الجزائريين ما سفراوش كما راهم يسفريوا اليوم مع هذا الجنرالات الخونه. كل يوم عمري انايا في حياتي، في عمري 43 سنه، عمري فطنت صباح ولا عقب عليا نهار وسمعت باللي النظام الجزائري هذا راه دار الكاش حاجه ايجابيه للشعب الجزائري. جامي، انا اشهد امام الله 43 سنه عمري ما شفت هذا النظام الخائن انه دار حاجه ايجابيه للشعب الجزائري، غير الهف والكذب والقدام، ما عنده حتى مصداقيه. هو والمصداقيه خطان متوازيان لا يتقابلان ابدا. هكذا هم جابوها السمانه هذه يلعبوا لنا على وتيره البوليزاريو. البوليزاريو هذو هما الجماعه تاع كما نقولوا حنا هذو ارباب الحرب، هذو كيف اسمهم الجنرالات هذو اللي مدارينهم تاع يقولوا لها الصحراء الغربيه البوليزاريو هذو حياتهم كامله عالنين حرب على المغرب الشقيق. احنا ما يهمناش هذاك الاماليك والرخص، هذوك المرخص هذوك تاعهم الحكومه المغربيه كي هما كي جنرال تاعنا مرخص بكل لحاسه تاع فرنسا، كي الحاكم المغربي كي الحاكم الجزائري بكل احذيه عند فرنسا، هذو ما فرق منهم. هذا اللعب اللي يلعبوه الجنرالات تاعنا تاع البوليزاريو، هما الازمه هذه تاع البوليزاريو من بكري يغذيوا فيها الجنرالات الخونه الجزائريين، هما اللي غذيوا في القضيه هذه. اصلا هذو اللي حاطين رواحهم مجاهدين ويدافعوا على ارضهم كما راهم يقولوا ارضنا سيدي، يا اخي يقولوا ارضنا هذه جنوب الصحراء الغربيه هذه باللي تاعهم. يا خويا يروحوا يحاربوا سيدي، واش قاعدين يديروا في تندوف؟ واش قاعدين يديروا في تندوف؟ قول لي برك واش قاعدين يديروا في تندوف؟ يا منا يقول لك عندنا ارض جنوب المغرب هذه والعيون والكركارات وذاك، يا اما قاعدين في تندوف. واش قاعدين يقودوا في تندوف؟ واش معناها؟ صرات لهم كيما جماعه هذوك اللي في سوريا يروح يصور حدا الدبابه ويقول الله اكبر نحن نقاوم سوريا وكذا منا، ومن بعد كيبعدوا يبعثوا للسعوديه والامريكان باش يعطيهم الصوارد. القضيه نفسها راهي غير كيف. شفت هذوك الجماعه اللي كانوا يصوروا مع الدبابات ويصوروا مع الاربيجيسات في سوريا ويقولوا باللي راهم يحاربوا في الاسد، ومن بعد كي يعلنوا يهزوا اعلام تاعهم هذاك تاع بكري ويقول لك نحن احرار الشام، نحن احرار البرواقيه، ويستناو باللي العالم يعود يبعث لهم في السلاح والصوارد. ما يهمهم الصوارد، ما يهمش السلاح مزيد يعودوا يبيعوه هكذاك. وهذو البوليزاريوين هذو واش سماهم هذو ما نعرفش قساهم انا، القصه تاعهم انا ما نعرفهاش مليح، بصح باين اللعب. بصح انت خي تدافع على ارض، هذو تاع بوليزاريو خي يدافعوا على الجنوب تاع المروك، يقول لك تاعنا يا خويا روح تحارب المراكش، واش قاعد تقود لي، واش قاعد دير انت في تندوف؟
ولا استحليتها بدراهم الشعب، استحليتها بدراهم الشعب، ولا الدراهم هذوك اللي يجيوكم من فرنسا ويجيو من الامريكان ومن الامم المتحده يعاونوكم واللي يجين يراو قاعدين ياكلوا معاكم ثم. هذه هي الهدف تاعكم، هذا هو الهدف تاعكم. بارطاجيو لنا خاوتي، ربي يحفظكم. خلي نزيدوا نتعرفوا على خاوتنا اكثر فاكثر. الحراك هذا راه عرفنا غير بالاحرار، الحمد لله. الحمد لله يا رب العالمين، اليوم وغدا ودائما على النعمه هذه اللي عرفتنا على الاحرار. ربي خاوتي بارطاجيو على قد ما تقدروا. قلت لكم هذو يا منا يقول لك حنايا كما نقولوا حنايا هذو رؤساء الحرب او امراء الحرب كما يقولوا لها باللغه العربيه، امراء الحرب تاع البوليزاريو هذو اللي نهار كامل هما يضربوا في المقارونه عندنا في الجزائر، ويضربوا في القمح ولي كونتر ينفخوا في لي كونت في سويسرا حتى هما مع الجنرالات تساعدهم هذو امراء الحرب قاعدين ياكلوا معاهم في الصوار الجنرالات تاعنا. فهمتوا خاوتي؟ جنرالات الخونه عندنا في البلاد قاعدين ياكلوا في الدراهم مع امراء الحرب تاع البوليزاريو اللي عندنا في تندوف. ما كاين لا حرب لا والو، ما مش رجال ما يقدروش يديروا حرب مع المغاربه اصلا. مخليناها هكا مدارينها عفسه ياكلوا بها الدراهم وروح لقدام. والشعب زوالي، الشعب في تندوف تاعنا جزائريين مساكن يشفوا الحجر. سيتيرنا تاع ما كيتعدي عليه تبان له شغل بابا نوال معدي بالكادوات. ما عندهم والو، لا مال لا خلا لا والو. وهذوك شايخين فيها هذوك اصحاب البوليزاريو. الدراهم هم يطلعوا لهنايا لاوروبا يجيبوا طوموبيلات. انا يا جزائري كون نشري طوموبيل نهبط بها دركا نلحق بها للشاموناف في الجزائر، في البورت تاع الشاموناف هذاك يعريوني طوموبيل يقول لازم تخلص عليها 100 مليون، لازم 140 مليون. يهبط واحد من جماعه البوليزاريو هذاك فرنك ما يسلكوا. كاين حوايج الجزائريين ما على بالهمش بيه. خوتنا لا غالب ما يعرفوش. تبع النشره تاع الثامنه هذيك تعود تروح بو تبريره مسكين كيتفرج في النشره تاع الثمانيه هذيك تبان له مسكين وفي لا سويس فرحان يضرب في المقارونه بهذا وفرحان. فهمتوا؟ اذا حنايا ما عندنا لا ناقه لا جمل في المشاكل تاعهم هذو تاع البوليزاريو. هذه البوليزاريو الشعب الجزائر ما نال منها والو. فهمتوا؟ الجنرالات الوحيدين المستفيدين من قضيه البوليزاريو. ما يحشيولكمش خاوتي، ما يحشيولكمش. الجزائريين راهي مضرتهم القضيه هذه اكثر من تنفعهم. اصلا الشعب الجزائري راه مضرور من الحكم الجنرالات هذا. غير المشاكل الجزائريين مساكن، غير المشاكل طايحه عليهم، غير المشاكل مشاكل مساكن ما يخرجوا من مشكل يطلعوا في مشكل واحد اخر مساكن. رانا نسوفريو حقيقة، أقسم بالله لا رانا نسوفريو حقيقة. احنا رانا نعانيو. شكون البوليزاريو راه لاباس عليهم في تندوف. بوليزاريو الحقيقي الميزيريا اللي عايشينها تاع بوليزاريو، احنا هما البوليزاريو صح. هاك شفت كل يوم يقتلونا في الغاشي. ها اليوم قتلوا واحد في واحد مدينة عشعاشة في مستغانم مسكين، واحد طفل اسمه عبد القادر. علاه خات قتلوه الدرك المرخص هذوك. كي تشتمهم هذوك الدرك والشرطه يقول لك علاه فيهم رجال. الشعر ما فيهمش رجال، لا بوليس والدرك ما فيهمش رجال، ما كانش منها عمرهم ما كانوا رجاله. كاينين 4 لا بوليس اللي رجاله، وكاينين 2 تاع الدرك برك. هذا واش كاين. الدركيين 2 هربوا مساكن لبرا، سيكون حكموهم يقطعوهم. هما خونا محمد عبد الله وبن حليمه، محمد بن حليمه. هادو 2 برك رجاله في الدرك كامل كاينين فيه 2 رجاله. والشرطه المرخص بكل مطحن غير 4 برك، غير خونا التوفيق مسكين وجاب الله وخونا تاع بجايه كيف اسمه الزهير، والرابع والله ما نتذكر اسمه فقط. هذو هما الرجاله 4 تاع الشرطه و2 تاع الدرك، الباقي كل مطحن ومرخص. هاي كيفاش نديروا حنايا هذه؟ ماشيناش عايشين في بوليزاريو حنا. هاي بوليزاريو وزب. كيفاش هذا كل يوم يموت واحد يقتلوا واحد؟ طايحين عقاب ما كفاتهمش القتيله تاع 250 الف جزائري في التسعينات، ومازالوا برك يمصوا في دماء الشعب مسكين، مفقرين ومجهلين ومخرجين من التاريخ. الشعب الجزائري مسكين. هل الدوله الكلبه هذه راهي مخرجاته من التاريخ. الا لعنه الله عليكم يا جنرالات المرقص، الا لعنه الله عليكم في الدنيا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض يا جنرالات، يا طحانه، يا مرخص.
ها كيفاش ديروا رجاله؟ هذا الدركي اللي قتل الراجل اليوم لأب لثلاثة أطفال، لأب لثلاثة أطفال، لو كان جيتوا رجال تعدموه ميدانيا ما كانش بدون محاكمة كما راكم تخبيو في الأحرار بدون محاكمة. يا مطحن يا مرخص تحشموش، قتلتوا راجل عنده 3 أولاد ومرته، يا إرهابيين، أعداء الله، أعداء الدنيا وأعداء الإنسانية أنتوما. هاو الدرك قتل قدام واحد، كل يوم تقتلوا يا كلاب، كل يوم تقتلوا. لما تقتلوش وما تخرجولوش روحوا تقتلوه بالقنطة، تقتلوه بالانتحار، تقتلوه. كون جات فيكم ريحة شرف يا جنرالات يا مرخص، يا جنرالات يا مرخص، كون جات فيكم ريحة الرجولة، شوية برك تاع رجولة مخير فيكم هكا برك باش تبردوا قلوب الناس. تخيلوا اعلى قنطره في قسنطينه هذيك قنطره سيدي راشد ولا واش اسمها، وتروح روحك ظهوري مشاريار تعطيها مشاريار. يا قتله يا مسخين، ان شاء الله ربي يوصل لكم الميساج هذا يا طحانه. ها علاش تقتلوا في السيد اليوم؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، طحانين القاشر تاع الدرك هذا الكلب هذا اللي قتل خوه. ان شاء الله والله يعذبك ربي في الدنيا والاخره يا طحان يا مرخص ان شاء الله ربي يجيبها لك في ولادك. اصلا ولادك عمرهم ما يخرجوا رجال على خاطر قاعد توكل فيهم دراهم الحرام، دراهم لا بوليس ودراهم الدرك، دراهم الحرام. انا نفتي لك فيها وما تحشي لي ما نحشي لك. تاكلوا في اموال الشعب اغتصابا لهذا الشعب مسكين. اغتصبتوه الشعب هذا، اغتصبتوه الشعب هذا بالاغتصاب بالدراهم هذوك يا طحان يا بوليسي يا دركي يا مرخص. ها الشهريه اللي راك تدي فيها يعطيو لك فيها الجزائريين، كون ماشي الجزائريين تاكل شعر يا طحان. منين راح تجيك تا 4 ملايين ولا 6 ملايين هذه؟ كثر خير الشعب الجزائري، كثر خير الشهداء اللي حروا البلاد وليتوا تاكلوا في الدراهم تاع البترول هذاك ماتوا عليه الشهداء باش الشعب الجزائري كامل ياكل منه، ماشي تاكل منه فئه، ماشي تاكل منه 1,040 مليون تتفرج. خليتونا بهدله، خليتونا متبهدلين في العالم. نصنا 10 ملايين عايشه مطايشه في العالم، واحد في السود امريك، واحد في السود افريك، واحد في الاوروب، واحد لتحت، واحد لفوق، واحد هابط، واحد طالع، وانتم كليتوا البلاد يا سراقين. يا لها من كلمه، كليتوا البلاد يا سراقين، كليتوا البلاد يا سراقين. والله ما تحشموا، والله لا فيكم ريحه الانسانيه. انتم الاعدام وقليل فيكم، اعدام قليل فيكم. اقسم لكم بالله خاوتي يا الجنرالات هذو الاعدام وقليل فيهم، ما يحشموش. يخي الشعب الجزائري عطاكم لوكازيو، قال لكم اخويا مدوا السلطه للشعب، عقبوا لنا الماده 7 و8 وهاي ليكم الجزائر، هاي ليكم الثكنات، اقعدوا في الثكنات. الجزائر تاع الجزائريين، الجزائر راهي تاع الجزائريين، هاي ماشي تاع الجنرالات ماتوا عليها جدودنا باش تقعد لولادها، ماشي باش تقعد لتخمة الجنرالات المرخص. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. والله يا خويا غير ما فهمنا فيها والو، والله ما فهمنا فيها والو. يا هذا الطحانه تاع الجنرالات هذو ما عرفوش مدين قسامنا ومديننا. يا طحانين، حسبتوا الحراك هذا راح يخلص؟ يا ما يخلصش، والله لا يخلص. احنا ولا تبان لكم باللي الحراكيين هم اقليه، لكنهم ليسوا اقليه. والله اغلبيه الشعب الجزائري والله لانه يتألم لما يحصل في الجزائر من نهب وسرقه واغتيالات للشعب مسكين زوالي. والمثال الاخير هو اللي صار اليوم في عشعاشه هذه ولا واش اسمها في مستغانيم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا قتله يا مجرمين. والله سنحاسبكم في الدنيا قبل الآخرة بإذن الله، والله سنحاسبكم في الدنيا قبل الآخرة، وسنرفع مقر وسندعو الله لكم ليلا ونهار. يا قتله يا مجرمين، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. قتلتوا السيد اليوم في مستغانيم، وخلي اللي يموتوا بالانتحارات، وخلي اللي يموتوا اللي يشرب لاصيد، والناس عاد تهرب للزطله، عاد هاربه من المسؤوليه. الناس
ناس عاد هاربه من المسؤوليه بسببكم يا كلاب. الناس عاد ما تتزوجش، عاد ما تجيبش الاولاد بسببكم يا طحانه يا مرخص، بسببكم يا احذيه الجنرالات يا شرطه ويا درك. وين راكم رايحين بها يا كلاب؟ ولادكم رايحين يتعذبوا في الجزائر هذه باذن الله. هذه اللي ما وقفتوش مع الشعب اليوم غدا ولادكم رايحين يسوفريو يا كلاب. بناتكم ما يعياو عاهرات، وولادكم ما يعياو يعفسوا عليهم ولاد الجنرالات كدائما. وين راكم رايحين؟ ما تحشموش باش تعطيو يد العون للشعب الزوالي. ها واش يعطيك قلبك لو كان جيت راجل؟ هذا انا كون جا صح، هذا كون جا يخدم معايا الدركي هذا اللي قتل السيد كون جا معايا نحطها في الراس نعطيه باباه. اقل الايمان. عيب واش قاعد يصرى. كيفاش هذا؟ سبحان رب العالمين. محسيد حراكي نورمال تروح تقتلو. واش دار لك؟ راه يطلب في الحق. داكو ارهاب. الارهاب الحقيقي في الجزائر هم الجنرالات وزبانيتهم الشرطه والدرك. هذو هما الحقيقيين، هذو هما الارهاب الحقيقي. شوفوا مساكن الناس واش صرا لها في التسعينات، قتلوا مئات الالاف وما زالت الناس بالمئات في السجون الى يومنا هذا. علاش؟ على خاطر لحبهم الجزائر فقط، حابين الدوله المدنيه، حابين العدل. تحب الجزائر وتحب العدل معناها باللي راك راح تكملها يا اما في السجن يا اما القتل يا اما ديسباري. لازمك ديسباري. علاش؟ على خاطر راك تقول في كلمه الحق. والله لا يخافوا ربي هذو، انهم يا الصليبيين ارحم منهم. هذو الجنرالات ما متابعين لا الاسلام، ما متابعين لا الكفر، ما متابعين حتى المله. هذو ما نعرف على قسامه منين جاو. هذو على بالك واش هي؟ انا جاب لي ربي نوع جديد من خلقوا ابليس، ابليسيين ولا مع منين جاو. يا صاحبي الشعب عام ونص هو يخرج يقول لكم فيها بركه. مدوا السلطه للشعب، خليوا الشعب يقرر مصيره. اخويا وليتوا باش تخليوا الشعب يقرر مصيره وليتوا تهضرنا على البوليزاريو دركا. واش دخلنا احنا في قسام البوليزاريو هذه؟ نتوما تاكلوا معاهم في الدراهم، الامم المتحده تبعث لكم في الدراهم تاكلوا معاهم، تديوا معاهم في الباي وحاطين في تندوف ثم. والشعب واش دخلوا؟ نهار كامل نتوما طايحين علينا تحرضوا على خاوتنا المغاربه مساكن. المغاربه كل مقود عليهم مساكن. هنا راهم كل هاملين هنا في اوروبا مساكن بالملايين حتى هما. وجيت تهضر لي على البوليزاريا، جيت تهضر لي نتايا. تحب تحشيها الشعب الجزائري هذا اليوم. الشعب الجزائري ما تحشيها لهوش. الشعب هذا راه فايق بزاف ابوي. الشعب هذا ما بقى يزيد يحشيها له. راه على بالو بكل كبيرة وصغيرة راك ديروا فيها يا جنرالات يا مرخص يا مطحن. بيكم بقصر الرئاسة تاع المرادية الطحانين هذوك الهجج اللي نهار كامل مدرقين في المرادية هذو. الشعب فايق بيكم. ما عندكم وين رايحين تروحوا. لا اله الا الله محمد رسول الله. خاوتي حبيت نحكي لكم على واحد القضيه، على واش معناها اقليه والاكثريه. كاينين هذو بزاف. بوتبريره يقول لك باللي راه اصبح هذو تاع الحراكم اقليه. ما يهمش احنا اقليه بصح رجال. اقليه صح بصح رجال. انتم اكثريه وبهايم هكذا. ما عليش يا سيدي، ما عادوا شويه ما عليش. احنا في شويه بصح رجال عليكم نهبطوا لكم السروال. احنا حراكيين وراكم حتى نتفنى الدنيا هذه، حتى تقوم القيامه. بوتبريره المرخص حسب روحه باللي الشعب الاغلبيه الشعب الجزائري مع بوتبون هذا كيف اسمه بوتبون هذا ما نعرف عليه اللي يعينوه الجنرالات. انا واحد من الناس بوتبون هذا مانيش مستعرف به. لا كي هو لا كي الجنرالات لا كي هو لا كي قسم الدستور تاعو كي هذو لي بالي قاعدين يديروا فيهم كامل. انا يعني مش مستعرف بهم. واغلبيه الشعب الجزائري الحر ماوش مستعرف بهم. خلاص
نحن سنقاوم حتى يوم القيامه، اللي يكمل نموت انا زيد ولادي. انا ولادي صغار واني نعلم فيهم على كلمه مدنيه ماشي عسكريه، وتفعيل الماده 7 و8، وهم صغار في عمرهم 4 دورو، واني نعلم فيهم على كلمه اللغه الوحيده وهي تفعيل الماده 7 و8 مدنيه ماشي عسكريه. وعلى العهد باقون، ملائكات ولادي ويعرفوها. حنا نربيو الاجيال باذن الله، ونسقطكم يا خونه، ونسقطكم انتم ونساكم اولادكم يا عملاء لفرنسا يا مطحن. باذن الله لن نتراجع ابدا. المشكله ماشي في اقليه ولا اغلبيه. الحراكيين لا شي اقليه بصح يكون عندهم مفعول اكثر من اغلبيه تاع بوتبريره. نعطيكم مثل بسيط. في فرنسا كاينه 10 ملايين مسلمين هكذا، سبوا لهم الرسول. ماكرون في فرنسا سب لهم الرسول. واش صرا؟ خرجت مظاهره، اقسم بالله خرجوا 10 من الناس، ما عندهم حتى تفعيل، ما عندهم حتى معنى. 10 ملايين مسلم ما عندهم حتى معنى، ما قدروش يدافعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون هضروا في اليهود كلمه غير صغيره، شفتوا هذاك ماكرون اقسم بالله يطيحوهم من الرئاسه. وراهم كمشه، اليهود راهم كمشه. باش نحكيك بلي العدد لا يساوي شيء، الحروره والرجوله وهذو اللي يهضروا. فهمت شكون اللي غلب؟ هما اليهود قادرين عليها تاع الصح، هم كمشه في العالم ومسيطرين على العالم. وعندنا حنايا بوتبريره هذا، بوتبريره راه بالملايين ورخيص ما يسوى حتى شيء. هكذاك هذوك المسلمين 10 ملايين ما يسواو حتى شيء. لي سيناغوغ في فرنسا، يعني المعابد اليهوديه في كل ولايه تلقى واحده، ولا في كل 3 ولايات 4 ولايات تلقى واحده. المساجد يغليو في فرنسا، مساجد في كل فيراج تلقى مسجد، بصح ما عندهم حتى تاثير. المشكل موش في العدد، فهمتوا خاوتي؟ المشكل موش في العدد. الحراكيين معريينهم الجنرالات هذو، يخافوا منهم صح. عاد واحد يكتب هكا حاجه تشبه برك يديروا له كونفوكاسيون، تنوض الصباح تنوض تلقى كونفوكاسيون. فهمت؟ الرعب احكمهم تاع الصح، خاطر على بالهم باللي هذا الحراك موش راجع مشاريار، والله ما هو راجع مشاريار. ولن نتراجع باذن الله، والله لن نتراجع ابدا. غدوه رايحين يزيدوا كل يوم في المحاكم تاعهم، المظالم تاعهم هذوك، اما يديو الاحرار زعما باش يحاكموهم، بعد يقول تاجيل. كاينش، ما عندناش محاكم حنايا، ما عندناش هذوك مش محاكم. هذوك ديار تاع ترنديف حاشاكم، هذوك مش محاكم تاع ترنديف. دعاره اللي كاينه في المحاكم الجزائريه، اقسم بالله لا تلقاها حتى في المكان الدعاره الحقيقيه. غير لي زافير تاع الخماش، غير الوسخ، غير لي زافير تاع الخماش في الجزائر، غير لي زافير تاع الخماش. طيح طفله مسكينه عندها كاش يافير، المحكمه يطمعوا فيها، تروح السنترال يطمعوا فيها. فهمت؟ على خاطر ما عندناش دولة. عصابات كاين عصابات في البلديات، عصابات في الولايات، عصابات في المحاكم، عصابات في الشركات. وين تروح كاينه عصابة تاع المحاكم، عصابة تاع الاقتصاد، عصابة تاع السياسة. ما عندناش حنا الجزائر راهي مبنية على الظلم والحقرة وعلى هذه برك. اذا خاوتي ما يحشيوهالناش الجنرالات هذو، يبدلوا لنا الموضوع تاع البوليزاريو، كل مره يجيبوا لنا افير جديده. هدفنا الوحيد هو نهار اللي تخلص كورونا لوكازيون يلقاوه الحراك يعيط الميدان، لازم غير الميدان. وهذه هي برك. خاوتي بارك الله فيكم جميعا، شكرا على المتابعه، والله في القادم ان شاء الله. السلام عليكم خاوتي، السلام عليكم.